حياكم من جديد مشاهدينا في فقرة سبيتار، واليوم رح نتحدث عن موضوع جدا مهم. هناك مشاكل تحدث في الفم، ولكن صحة الفم هي الأهم دائما. وكيف من الممكن أن نعتني بأسناننا، وما هي الطرق الواجبة اتباعها في كل يوم صباحا ومساء؟ معنا دكتور تامر مصطفى. يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب. أكيد يعني كوننا إحنا كمان كنا في معرض الكتاب العالمي للأطفال، فالتعليم أيضا من الصغر للعناية بالأسنان وتنظيف الأسنان هو أيضا يكون له نتائج كبيرة في مستقبل غدي. إذا معنا اليوم دكتور الأسنان وطبيب الأسنان وجراح التجميل أيضا الدكتور تامر مصطفى. صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا وعد؟ ازيك يا حمود؟ يا هلا مرحبا. نحن اليوم سعداء بوجودك معنا وحابين نتكلم معك عن صحة الفم والأسنان. جميل. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع كتير يهم الناس، يعني حتى قبل الفاصل كنت بتكلم معاكم، مهم جدا 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 ان ده اسس صحة الجسم عامة، انك تحافظ على صحة الاسنان والانسجة المحيطة بالاسنان. فان شاء الله النهارده نقدم وجبة طيبة جدا جدا ملخصة، وان شاء الله تكون فيها الفائدة الكبيرة للناس باذن الله ان شاء الله. اكيد. دكتور، دائما نتعرض لمشاكل في الفم، واحيانا ممكن هذه المشاكل تنتقل الى اجسامنا، فيعني مثل ما قلنا بالبدايه صحه الفم جدا مهمه. كيف من الممكن بشكل عام ان نحافظ على صحه الفم؟ طيب كويس، هو موضوع كتير مهم جدا. احنا نتكلم ان مشاكل الجسم بدايتها الفم. ليه؟ لان هو دوت الفوهه او الفتحه الوحيده الواصله بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي. بالظبط بالظبط. وفي العاده الناس معتقده ان هو الفم لا يحتوي على البكتيريا. لا، في بكتيريا موجوده في الفم اسمها مايكروفلورا، هي دي بكتيريا متعايشه مع الجسم. ان كان الوسط الدفاعي للجسم متوازن هي عايشه في سلام، لكن ان اختل واول مشاكل هو الانسان ما بيهتمش بصحه الفم، او وجد وسط صناعي في الفم وهو يعني عنده الوسط الاساسي للتنظيف لكن مش عارف ان لو في تركيبات لازم يكون التنظيف اكتر، البكتيريا بتنشط في اماكن معينه. لو نشطت فهي نشاطها ده بس على قد الفم، لا ده بيكون ممكن ينتقل للجسم كله. بالظبط. دايما بقول للناس انت في العاده انت بتطلع من فمك ولا بتبلع اكتر؟ طبعا النظريه انا ببلع اكتر. فاللي بتبلعه دوت سواء كان لو كان صحي فانت جسمك كويس، لكن لو انت عندك مثلا التهابات، عندك جير، عندك بكتيريا، عندك مشاكل مزمنه في الفم، فبالتبعيه انت بتدخل الفم عن طريق الفم طبعا البكتيريا لجسمك. نعم. فلو انت اعتنيت بصحه الفم بطرق معينه حسب حالتك انت في الوضع الحالي انت بتحافظ على الصحه العامه للجسم. جميل. خلينا نقول كيف ممكن نحن نشخص مشاكل الفم والاسنان، يعني عمليه التشخيص ان انا عندي مشكله او ما عندي مشكله. طيب التشخيص من ناحيه الطبيب ولا من ناحيه المريض؟ اولا انا كمريض ثم كطبيب. طيب كمريض اولا بقول للمريض تابع بالظبط. لو انت عندك الارم او لو عندك مثلا كمثال انا عندي نزيف في اللثه. نزيف اللثه ديت هي اول مشاكل الناس اللي بيتكلموا عنها. دكتور انا بقوم مثلا بستخدم الفرشه او اقوم حتى من غير ما اغسل اسناني الاقي دم في فمي. حاجه ثانيه، دكتور انا مثلا غير طبعا لما اقوم من النوم الصبح دايما بحس ان في ريحه مش مظبوطه في فمي. طيب دكتور انا حاسس ان في صبغه سوداء او في خط اسود فوق الاسنان او في خط اسود بين الاسنان، هل ده تسوس ولا دوت صبغه؟ الحاجات دي هي حاجات اساسيه جدا جدا. لو المريض شاف نفسه في المرايه وشاف انها موجوده، او لو حس ان في الام متقطعه، حس دكتور ان انا في الجنب اليمين مثلا في الم متقطع، او في الم مثلا مع حاجات البارده. طبعا لو الم مستمر هو الم على طول ليل نهار طبعا المشكله بقت مشكله كبيره جدا. لكن لو مثلا دكتور عندي الم بيروح ويجي، الحاجات دي بعتبرها زي الارم كده، زي منبه كده. بالظبط. لقيت في الحاجات دي، ودي اساسيات الحاجات اللي هي 4 5 حاجات، على طول ما تستناش وروح دكتور اسنان. معظم الناس يقول لك دكتور انا خدت قرص مسكن والالم راح الحمد لله. لا بالظبط، اللي ربنا سبحان الله ادانا حاجات دفاعيه، اولها ان انا بديك زي منبه كده. ما تعتقدش ان انت عشان اوجد المسكنات فانت استغنيت عن الالم. لا، يعني حصلت حلول، حل مؤقت والمشكله بتتفاقم. لا، انت لو لقيت عندك خد المسكن لغايه ما تروح للطبيب، او لو في اتصال بينك وبين الطبيب لا اتصل بالطبيب وكلمه دكتور عندي كذا لغايه ما توصل له. ممكن يقول لك خد كذا. في حاجات غير المسكنات، ممكن مثلا اوصف للمريض مضاد حيوي عشان لو في انفكشن او لو في تلوث معين لغايه ما يجي لي ما يستفحلش. فاهم ازاي؟ فهي دي الفكره، ان انا بالظبط انا المريض يكون في تواصل بينه وبين الدكتور، صداقه. بالظبط، بالصداقه بالظبط. انا بعتقد على فكره ان العلاقه بين الدكتور والمريض هي علاقه صداقه قبل ما تكون علاقه رسميه، لان خلاص دلوقتي العلم موجود على الانترنت. فاهم ازاي؟ والثقافه للجميع، لكن اللي يطبقها واللي يطبقها صح، والكونتاكت ما بين الدكتور والمريض. جميل.
كثير من المشاكل ممكن ان هذه يصاب بها الفم ويتعرض ايضا صحه الفم الى خطر ومن ثم صحه الجسد، فهناك مشكله ممكن ان يجهلها بعض الاشخاص وهي اللثه، فمشاكل اللثه كيف ممكن انها تاثر على صحه اجسامنا؟ طيب كويس. الاول مشاكل اللثه بنقسمها قسمين، اللثه الطرفيه واللثه اللي هو النسيج الداعم الرئيسي للاسنان. ايه اللثه الطرفيه؟ ودي عند 90% من الناس الصحيه، الناس اللي مركبه تركيبات، الناس اللي دي حاجه طبيعيه لانها بتكون عند طرف اللثه، فاهمين ازاي؟ اللثه الرئيسيه هي اللثه الداعمه، هي عباره عن طبقه رقيقه جدا ثن، يعني مش سميكه، لكن مش دي النسيج الرئيسي لداعم الاسنان. تحت النسيج الصغير ده او الرقيق في حاجه اسمها العظم. العظم ده هو الهيكل الرئيسي المغطى بطبقه اللثه، ده الداعم الرئيسي. لو المريض جه بمشكله في النسيج اللثه وقال دكتور انا سني بيتحرك مثلا من مكانه، دي مش مشكله لثه، دي مشكله عظم، دي مشكله النسيج الماسك للسنان. السن ليه جذر جوه عظم، ومن بره العظم في اللثه اللي هي النسيج الخارجي. المريض دايما بقول له لو لقيت اللثه عندك محمره، دايما اللثه الصحيه بتكون بينك او ورديه. لو وجدت ان هي بقت لونها احمر او بقت منتفخه زي البالون، زي البالون يعني ايه؟ لو ضغطت عليها هتلاقي، اما تضغط عليها تلاقي لونها بقى وردي، تشيل صبعك بقت لونها احمر، دي بقت عامله زي البالون. لا دي حاجه برضو بتكون الارم بسيط، روح للدكتور اعرف دي ايه. هل ده التهاب يعني وقتي لحدث معين؟ هل ده مثلا انك انت ما رجعتش دكتور اسنان من زمان؟ هل استخدام الفرشه غلط؟ هل نوع المعجون غلط؟ هل مش مستخدم الخيط؟ هل زي ما ذكرنا في الفاصل في اجهزه جديده جدا هي هاي تك لسه نازله؟ انا بعتبر ان المريض ممكن يقول دي فانتازيا، لا دي مش فانتازيا، دي عباره عن حاجات يعني تم عليها ابحاث لسنين وما طلعتش للمجتمع العام الا لما كان لقوا فيها فائده كويسه جدا. حتى لو الفائده لو قلنا 50% 60% هيظل نص المجتمع ممكن يستفيد منها. صحيح بالظبط. فالفكره هو حته ان التهابات اللثه وعلاقتها بالجسم. مرضى السكر، مرضى السكر الناس بيكون عندهم الاسنان بتتحرك وحركه عامه لكل السنان. المريض بيجي لي دايما بيكون السن في حركه ما بين جريد 1 وجريد 3 او الدرجه الاولى والدرجه الثالثه، بيكون عنده التهابات على طول في اللثه. طيب دكتور انا عندي ايه المشاكل؟ المرضى اللي عندهم صرع ربنا يكفينا يا رب، بيكون عندهم انتفاخ دايما في اللثه، والمريض مش قادر يشخص انا ليه عندي انتفاخ، فاهم؟ لكن لو راح الدكتور هيلاقي ادويه الصرع عليها دور بالموضوع دوت. ففي علاقه مباشره ما بين الادويه او العلاج او الحاله الجسمانيه في اللثه وصحه الجسم عامه. جميل. انا حابب اتكلم ايضا كذلك عن يعني الاشخاص اللي يعانون من رائحه الفم وكذا، ويعني مشكله هي قد تكون وهي مشكله حقيقيه يعني الواحد يعاني منها، فكيف ممكن طبعا انه يتخلص منها تماما؟ كويس. رائحه الفم هي طبيعيه ومرضيه. بمعنى لما الواحد بيستيقظ من النوم صباحا من الطبيعي جدا ان بيكون مناعه الجسم هي في اقل احوالها او اقل نسبها، بتنشط البكتيريا، يعني البكتيريا بتنشط وانت نايم. فنشاط البكتيريا مع وجود لعاب بيكون اقل سماكه، اكثر سماكه وانت نايم، يعني بيكون هو ووتري او على شكل مي وانت صاحي في اليوم العادي، لكن وانت نايم كل حاجه بتكون في سكينه، فبيكون سميك اللعاب، بيكون البكتيريا انشط ما تكون وانت نايم نتيجه مستوى اللعاب، لان على فكره اللعاب ككميه ليها دور في الدفاع عن الجسم. فالفكره فانت لما تقوم من النوم بيكون في ريحه مش لطيفه، دي بيكون حاجه طبيعيه بتقوم من النوم. لكن الحاجه مش طبيعيه هو انك انت تكون طول اليوم بيكون في رائحه مش ظريفه يعني. دي بنقسمها بتكون ما بين 3 تخصصات في شغلنا. تخصص الاسنان او طبيب الاسنان فم الاسنان، طبيب الانف والاذن والحنجره، الانف عشان العلاقه المتصله ما بين الانف والفم، وطبيب الباطني في مشاكل المعده، لان انت ساعات بيكون مثلا المريض عنده قرحه المعده، بيكون عنده التهابات مزمنه في المعده، فهو المريض بيكون معتقد ده من فمي، لا هو دكتور الباطني بيوجهه الاول اللي عندي في الاسنان. انا بشوف عنده هل عنده اللثه كويسه، الاسنان كويسه، في تسوس ولا لا، لان ساعات لو في تسوس، لو في فراغات، لو في التهابات مزمنه في اللثه، ساعات اللسان بيكون ليه دور في الموضوع، بيكون ليه دور في رائحه الفم الموجوده. بتخلص من كل المشاكل ديت، وبعد كده لو لقيت لسه الرائحه موجوده بنوجهه لدكتور انف واذن حنجره. ساعات بيكون في التهاب في الجيوب الانفيه، ساعات بيكون في احتقان، مثلا اللي هو مريض من صغره ما شالش اللوز عنده التهاب مزمن في اللوز، فاهم ازاي؟ التهاب في المجرى التنفسي، المريض الناس اللي بتدخن سجاير على طول، على فكره ده يعني السجاير من الحاجات اللي بتلتصق رائحتها بالشعب الهوائيه، فبيكون في تنفسه على طول ريحه السجاير. ممكن تكون ريحه سجاير بيور او تكون ريحه سجاير مش حلوه، مش حلوه خالص، بيكون زي ايه يعني ريحه مش ظريفه خالص.
خلاص تخلص من مشكله الانف واذن الحنجره، الانف العلاقه ما بين الانف والفم، بيوجه الدكتور الباطني ان ساعات بيكون عنده مشاكل معينه في نسيج الجهاز الهضمي. نعم. ودي بتكون تورد رائحه مش حلوه برضو، وطبعا دي تخصص الدكتور اللي بيتم فيها. جميل جميل. طب احنا نتكلم عن الطرق السليمه الاكثر عنايه بالاسنان، وخصوصا اللي يكون عندهم اسنان مركبه، يعني كخصوصا الحدوث الموضه الجديده الفينير والفينير، انا اتكلم عن نفسي طبعا. فكيف من الممكن انه يعتني باسنانه، وخصوصا لانه هو هنا بيتعرض لحاله انه عنده اسنان مركبه وعنده اسنان طبيعيه ما خلف التركيب، كيف انه ممكن نحافظ على الاسنان الطبيعيه انها تتم مثل ما هي؟ طيب اللي بص دايما بقول للناس طالما وجد حاجه صناعيه جوه فمك لازم تكون العنايه مضاعفه، دي حاجه ما فيهاش كلام. وجود سطح اللامينت او الفينيرز او الهوليود او القشور او التركيبات العامه عامه. دلوقتي انا باوجد سطح مغطي للسطح الطبيعي، فبوجد مثلث او فراغ بيكون اكتر من الفراغ الطبيعي الموجود ما بين السن الطبيعي والسن الطبيعي، يعني بالظبط زي ما بيكون ايه، عندك كهف موجود بين سنين، وجد السن الصناعي بقى الكهف ده دبل، فكانك اوجدت مساحه مضاعفه للبكتيريا. بعض الدكاتره مثلا لو اتكلمنا عن الفينير، مثلا الفينير بيكون فيه نحت الاسنان وتصغير الاسنان، فبيقول لك ان هو بيكون ايه، يعني انا شلت من السن وحطيت مكان السن اللي هو الطبقه الجديده، يظل بترجع لاحترافيه المعمل ان هو بيقدر يقفلها كويس او يسكرها كويس بحيث ما يدخلش بكتيريا. عشان كده حتى بقول الناس على طول اللي عايز يعمل هوليود اتس اوكي، بس روح دكتور تراستد، دكتور عنده خبره، دكتور عمل حالات لسنين مثلا او لفتره كبيره، والمرضى اللي عملوا ما عندهوش مشاكل ان هي التهابات اللثه، لان برضه خلي بالك الهوليود الشكوى منها انا عندي التهابات، عندي السنان بتضعف، عندي السنان بتتكسر، عندي مشاكل تسوس في اماكن معينه. لو ما كانش الدكتور اختار المريض صح ان يقول له انت ممكن تعمل هوليود او ما تعملش، ما كانش الدكتور شاطر ان هو بينه وبين المعمل تنسيق عالي جدا جدا في ان يطلع شغل حلو، بالتبعيه بعد سنه سنتين هتلاقي مشاكل تظهر كتيره جدا جدا، والمريض بيكون مبسوط بحته ايه، انا اللون بقى كويس او الشكل بقى كويس. طيب رجوعا لحته التنظيف، بقول للمريض دايما ان انت اهتم بثلاث حاجات. واحد انت طبعا دي حاجه ريجولار حتى عند الناس العاديه، بس اكتر عند الناس المركبين، الفرشه والمعجون، واختيار المعاجين الخاصه بالبلاك، تكون بلاك والتهابات اللثه، يعني ما يستخدمش معجون واحد بس يقول لك ده خاص بالاسنان وخلاص، لا، عايز حاجه خاصه بالاسنان عشان اشيل البلاك من الاسنان، وحاجه خاصه باللثه عشان بتخلي اللثه فيرم او ناشفه او يابسه، خلاص ما هو الوسط اليابس على طول هو وسط مطهر، لكن الوسط اللي بيكون طري او بيكون ويت او بيكون فيه ميه انا بخلي البيئه مناسبه كتير بكتيريا. حتى رجوعا بالمناسبه للمنطقه ديت ان انا بقول للناس على طول، المرضى يقول دكتور بسالهم انت فرشه السنان بتغيرها كل قد ايه؟ دايما العاده 3 شهور 4 شهور 6 شهور، اقول لا، شهر وغيرها. ليه؟ لان انت بعد شهر انت لو تلاحظ الفرشه ما تشتريها بتكون يابسه، لكن بعد فتره بقت طريه. طب طريه ليه؟ لان هي شربت ميه خلاص من الغسيل. وانت على فكره لما بتغسل اسنانك الوسط اللعاب وسط قلوي، ما هوش ميه بس، ما هوش وسط بيور، يعني حتى سبحان الله ربنا خلقه قلوي عشان هضم الطعام، يعني انت بتاكل الطعام عشان يتم مضغه مع اللسان والكلام ده كله، هو وسط قلوي. فانت خلاص دخلت حمض على الفرشه، بعد ساعه خلاص انت المفروض انت بعد ساعه بعد شهر ارميها خلاص ما تخليهاش، فاهمني ازاي؟ فالمريض بقول له على طول التنظيف بالفرشه والمعجون، التنظيف بالخيط الطبي بين الاسنان لان ده منطقه التهاب اللثه، واستخدام الحاجات الجديده زي اندفاع الميه لتنظيف بين الاسنان. جميل. اذا طبعا دكتور تامر مصطفى طبيب اسنان، سعيدين جدا طبعا بوجودك اليوم معنا، والحديث معك جدا شيق في فقره السبيتار. الله يخليك، شكرا يا محمود، شكرا. شكرا الله يخليك.